هل فيرات سيساعد ساي ضد الرجل السياسي؟ لماذا فيرات لم يساعد ساي؟ باك هي هتحرض فيرات ضد ساي. في الحلقة القادمة يؤكد فيرات لفارشا الشرطية المعنفة من طرف زوجها السياسي أنها ستحصل على العدالة ويطلب منها الانتظار في الخارج. يخبر فيرات ساي بعدم الدخول في المشاكل مع آجاي كامبل لأنه رجل ذو نفوذ قوي وسياسي متمرس ولديه مشكلة مع عائلتنا، فهو يعمل مع السياسي نفسه الذي هو عدو العمة باهفاني. تقول ساي أنها ليست جزءا من عائلة شافان وأنها ستقوم بمساعدة فارشا متى ما احتاجت لها، وليست خائفة من أي غبي يرتدي زي سياسي. سمعت أن هناك مسلسلا تركي سيتم تحويله إلى مسلسل هندي قريبا. حسب الأخبار فإن المسلسل التلفزيوني سوني الذي تلعبه بطولته تينا دوتا وجاي باهنوشالي سيكون نسخة للمسلسل التركي عروس اسطنبول وليس فاتح الحربية. يذكر أن مسلسل عروس اسطنبول يعد من أنجح وأشهر الأعمال التركية، وقد عرضت له نسخة عربية تحت اسم عروس بيروت. تدور أحداث مسلسل عروس اسطنبول عن قصة حب عازفة كمان ثريا، والتي تبدأ في أحد المطاعم ما بين تلك الفتاة الريفية التي تعيش في اسطنبول وما بين فاروق الذي نشأ في عائلة ثرية، وتم التعرف بينهم بالصدفة، وتبدأ بينهم قصة حب متميزة. يريد فاروق أن يكللها بالزواج، ولكن تصدم رغبته بالرفض والدته لتلك الزيجة، مما ينشأ بينهم صراع دائم يضيف للمسلسل نكهة متميزة من المفارقات الدرامية. الكثير من المشاكل سيمر بها كل من فاروق وثريا خلال الحلقات المسلسل، لكن يتجاوزان العديد من المشاكل التي تقابلهم من المحيط بهم، ولكن سيظل الحب هو المسيطر بينهم إلى أن تظهر حبيبته الأولى وابنه منها. انتهى الفيديو. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو وكلمة شكر منكم تكفيني.